هنعمل بقى النهاردة كفتة البرغل بكل أسرارها وطعمها الأصلي ومن غير ما تكش ولا تفك منكم. طرية وهشة وطعمها في منتهى اللذيذة. بس قبل ما نبتدي الفيديو، لو أول مرة تشوفوني أنا أم حمزة، ما تنسوش المتابعة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو، ونصلي على الرسول ونشوف هنعمل ايه. معانا بصلة كبيرة ومش هنصفي المية بتاعتها، كوباية من البرغل مغسولة ومتصفية كويس قوي مفيهاش مية، وننزل بقى كده على البصلاية بالبرغل، والبرغل هو اللي هيمتص السوائل بتاعة البصلاية. هنبتدي بقى نحط عليهم رشة من الملح، رشة من الفلفل الأسود، معلقة من البابريكا، ونقلبهم كويس قوي. عايزين يتجانسوا كده مع بعض علشان يبقوا طعمهم حلو. كمان هنحط معلقة من بهارات الكفتة، ودي بتدي تست حلوة قوي. نغطيها بقى بعد ما نقلبها كويس قوي، هنغطيها ونسيبها أقل حاجة ساعتين علشان البرغل بتاعنا يشرب من طعم التتبيلة. معانا بقى كيلو إلا ربع من اللحمة، عليهم 100 جرام من الدوش، والدوش بيدي طعم للكفتة حلو قوي وطراوة للكفتة بتاعتنا. ندعكها بقى كويس قوي كده هوت. انا هعمل ايه؟ انا هغسل الرخامة بتاعتي وهقلبها على الرخامة عشان انا عايزة اعجنها كويس قوي. ممكن انت تحطيها في الكبة، بس انا بحب اعجنها على الرخامة كويس. هعجنها بقى كده هو كويس قوي عشان البرغل والتوابل بتاعتي تتجانس مع بعض. نعجنها، اعجنك بتعجني عجينة عادي خالص. انا بعد ما عجنتها كده هوت، هضيف عليها معلقه كبيره من البيكنج باودر، وده بردك بيساعد ان الكفته بتاعتك تكون هشه ومش مكبوسه. هندعكها بقى كويس قوي زي ما انتم ما شايفين كده هوت. وبعدين انا بقى هفتح مكان كده، بصوا شكلها هوت، البرغل بتاعي مش باين. هفتح بقى مكان كده هوت، وهحط فيه طبق صغير او ورقه فويل، وهحط عليها فحميه عشان انا عايزه اللحمه بتاعتي تدي للطعم المدخن شويه. دي طبعا خطوة اختيارية، لو مش عايزة تعمليها ما تعمليهاش. هنغطيها بقى علشان تدي الطعم بتاعنا. وبعدين بعد لما نخلص هنشيل الفحمية، وهنحط اللحمة بتاعتنا في التلاجة لمدة ربع ساعة عشان بس تتشمع معانا. هنا بقى انا هاخدها خلاص، هبتدي ان انا اصبعها. عايزة تصبعيها على خلة، عايزة تصبعيها على قلم، براحتك. انا بصبعها على ظهر المعلقة كده اهو، بتدي فراغ اوسع وبتكون احلى. هنا بقى انا دهنت الصينيه بتاعتي كده دهنه بسيطه من السمنه، وهبتدي ان انا اصبع. بصي الكفته بتاعتي ما بتفكش ولا اي حاجه، وبتتشكل معايا بمنتهى السهوله. هبتدي بقى احطها في الصينيه كده اهوت، وهندخلها في الفرن درجه حراره 200 من ربع ساعه لنص ساعه، وده يتوقف على الفرن بتاعك. وهنا طلعت من الفرن ريحتها تجنن، طعمها حلو قوي بقى مع سلطه الطحينه، هشه وطعمه حلوه قوي. بصوا هشه ازاي. جربيها بقى، وما تنسيش لو عجبتك الوصفه تدعميني.